ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة نعمل مع بعض طبق سلطة، حاجة كده وهمية، مفيد جدا، مشبع جدا. فيه نسبة فيتامين سي عالية، مفيد جدا في فصل الشتاء بالذات. بيساعد جدا في فترة نزلات البرد، بيرفع المناعة بتاعة الجسم. النهاردة هنعمل مع بعض الفجل الأحمر. نعمل بيه سلطة جميلة جدا. هنا أنا جبت الفجل، كل اللي عملته ان انا قطعته شرايح رفيعة. هبدأ بقى اعمل الصوص بتاع السلطة. عندي ربع كوباية عصير ليمون هنزل بيها، وطبعا عصير الليمون فيه فيتامين سي لانه حمضيات. وكمان عندي معلقة زيت نباتي، انا نزلت بمعلقة كبيرة، طبعا ممكن تبدليها بمعلقة زيت زيتون لو حابة. وهنا بقى عندي معلقة كبيرة من دبس الرمان، ودبس الرمان هنا بيدي للسلطة طعم جميل جدا، بيديلها مزازة وبيديلها طعم مسكر، يعني طعم بيعلي التست بتاعها قوي. ورشة من الملح، وكمان معلقة صغيرة خالص من السماق، دي معلقة صغيرة اللي هي نص المعلقة بتاعة البهارات. وهقلب بقى الصوص ده مع بعضه كويس قوي لغاية لما دبس الرمان يدوب حلو في الليمون. نبدأ بقى نعمل السلطة. هنا جايبة كابوتشا هنزل بيه نصها، برضو انا بحب احط الباقي في التقديم. معايا طماطم مقطعها رفيع جدا، وكمان هنا فلفل اخضر. الفلفل الاخضر طبعا فيه فيتامين سي بنسبة عالية، السلطة دي مفيدة جدا. هنا كمان نعناع اخضر فريش مقطعه رفيع، ورق النعناع بس. وهنزل بقى بالفجل الاحمر بتاعي. زي ما قلت لكم السلطة دي حلوة جدا، مليانة فيتامين سي لفترة الشتاء بالذات. الفجل الاحمر ده فيه فوائد كتير، بيساعد الناس اللي عندها ضغط مرتفع، بيساعد جدا في خفض ضغط الدم، بيعزز عملية الهضم. وكمان مفيد للشعر، لو انتي واظبتي عليه وعملتي السلطة او حطيتيه، حاولتي تحطيه في السلطة بأي شكل من الاشكال، مش لازم في نفس الطريقة. ده بيعزز بيعزز صحة الشعر بتاعك. كمان في نسبة دهون، وفي نسبة سعرات حرارية قليلة. فلو انتي بتعملي دايت ده بينفع جدا جدا معاكي، لان هو هيديكي احساس كبير بالشبع. هنا هننزل بقى بالسلطة بتاعتنا في طبق التقديم. نزلنا الاول بالكابوتشا، وبعدين نزلنا بباقي السلطة. اخر حاجة بقى هنحطها من على الوش طبعا هي دايما البقدونس. انا بحب استخدم البقدونس في السلطات عامة، بيديلها نكهة حلوة. هنا انا هحط على السلطة دي من على الوش رشة خفيفة جدا من السماق، كنوع من انواع الجناش ليها، يعني ان هي تديها شكل حلو من على الوش بتاعها. وده كان فيديو النهاردة، كان مع سلطة الفجل الأحمر. يا رب يعجبكم، ويا ريت تجربوها، ولو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب للقناة.